السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كوزين المسيح فاطمة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم السفوف او السلو، يعني الطريقة الفاسية ديالنا كيجي رائع وكيجي زوين، ويعني كيجي مذاق لا شكلا ولا مذاقا كما كتلاحظوا معايا، وكيجي معلق ما فيه لا زبدة لا عسل لا حتى شي حاجة، لان الدور ديال العسل كينشف السلو، والزبده كدير واحد لوغو مع المده. انا بعدا ما كيعجبنيش، كل واحد كيفاش الطريقه ديالو كيستعملها. المهم نتوما كي كتلاحظوا معايا درتو في داك المول ديال الكرانيت وزوقته بليد غاجي وداكشي، ودرت الاخر درتو هكا بريسيتو في الغطار وزوقته باللوز كيجي المهم تشكيله وصافي، يعني كما كيعجب الانسان يشكل هكا وصافي، وكيجي معلق. ويعني كنصوبو انايا بزيت كما كتلاحظوا معايا. عندي هنايا 3 كيلو ديال الجنجلان كما كتلاحظوا معايا اللي غسلته ونقيته كما كتلاحظوا معايا كما كتشوفوا، مغسول ومنقي مزيان، يعني تعطيوه الوقت في النقا ديالو باش ما يبقاش فيه داك الشوائب كله. وصافي كنديروه في الطباجه وكندخلوه للفران، لان حتى كنقيوه كندخلوه للفران ويعني مع التحراك كما كتلاحظوا معايا. عطيوه الخاطر وحركوه مره ما تغفلوش عليه باش ما يدير لكمش داك الشياط ويجي لوغو ديالو مر، لان لا تحرك كيجي المذاق ديالو حار. كتبقاو نحركوه بشويه حتى كيتحمر كما كتشوفوا. ملي كيبقى يطرطق وكيبقى مقرمش يعني راه صافي راه وجد. كما كتلاحظوا معايا انا كنحمروه غير بشويه في الفران كما كتشوفوا، وكنخليه هكايا حتى كيتحمر. كذلك اللوز عندي هنا 2 كيلو ديال اللوز كما كتشوفوا معايا اللي فسختو، كبيت عليه الماء طايب ودرتو في الطنجره طلعت فيه الغليه باش ما يشرب لكمش الماء، وفسختو وقليتو. كذلك هنايا عندي الكاوكاو كما كتلاحظوا عندي هنايا 3 كيلو قل ربع، تقريبا 3 كيلو حيتي واحد شويه 3 كيلو قل ربع كما كتشوفوا معايا. حمرتها حتى هي قليتها في الزيت. وكذلك الطحين كما كتشوفوا معايا راه العام اللي فات بارطاجيته معكم. دابا نخلي لكم لوليان في اسفل الفيديو. كما كتشوفوا كنحمروه غير في الكوكوط، ما بغيتش زعما نعمر عليكم في الفيديو يجيكم فيديو طويل، راه ديجا مصوبه معكم. كنديروا في الكوكوط شويه بشويه. عندي تما 3 كيلو ديال الطحين كما كتلاحظوا معايا. بعد ما كنحمروه وكنغربلوه بديك الصفايه 4 النوبات حنا كنغربلوه، لان باش كيبقاو ديك الكويرات باش كيحيدوا لينا، يعني 4 النوبات غربلته كما كتشوفوا معايا. راني وريتكم كما شفتوا في الفيديو داك الحبيبات اللي كينزلوا. من بعد راني كل ساعه كندير حويجه وكنوجدها وكنصورها معكم. الجنجلان ديالي ها هو تحمر كما كتشوفوا، ها هو في الفران درته في 2 لاطات، يعني تما عندي 3 كيلو ديال الجنجلان يعني حمرته. ودابا غنديرو في الهاشوه ونهاشي، نخليه كيلو نخليه هكاك صحيح، و2 كيلو الاولى غنهاشيها في الهاشوه، يعني تنفرمها وصافي. يعني باش هذا كما كتلاحظوا معايا صافي هو سخون، وانا درتو هكاك في الهاشور دغيا تيتهرمش وكيطلق داك الزيوت ديالو كما كتشوفوا معايا. خرجته من الفران غير شي شويه دفا ودرتو في الهاشوه هاشيته. ومهم والكيلو الاخر 2 كيلو هاشيتها في الهاشوه، والكيلو الاخر خليته هكاك صحيح. هكا كنلوحوه على السلو ديالنا كما كتلاحظوا معايا كما كتشوفوا. كنهاشيوه وكنحل. المهم كل حاجه كنديرها بوحديتها، اللي طحنتها كنديرها في جبابنا بوحديتها باش نجمع السلو يكون عندي كل حاجه قاده هي هذيك. كما كتشوفوا وهو فيه تماره، ولكن تعطيوه الخطر، ولكن حاجه اللي عطاتوها الخطر كتجي زوينه. صافي كنهاشي هكا في هادو. بديت بالجنجلان هو الاول وعاد كملت باللوز. صافي انا ساليت دابا الجنجلان ديالي، والاخر الكيلو الاخر غنخليه صاين كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. صافي كنبقى هكا مستمره حتى كنكمل. كذلك كاوكاو عندي تما 3 كيلو قل ربع اللي حتى هي حمرتها في الزيت كما بالقشره ديالها. كنجيبو كاوكاو كنمسحوه مزيان من الغبره وكنحمروه في الزيت. وكتشوفوا الطحين ديالي عاوتاني كذلك ها نتوما درتو في البانيو. عندي تما خنشه ديال السكر كلاصي فيها 800 غرام، لان جاتني في هذا القياس هذا هو هذاك، يعني 800 غرام. اللي كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف يمكن له يزيد كتبقى الرغبه ديالكم، ولكن انا رجا الحلاوه هي هذيك محلوش ما مسوش. يعني 800 غرام في هذا القياس هذا كيجي نيشان. ديك الخنشه ديال 800 غرام كلها صايبتها.
صافي كنغربلو حتى داك السكر كلاصي كنغربلوه مزيان، لان ما ديروش السكر سبيسيال، ديروا السكر العادي لان الاخر فيه النشا ما كيجيش لوغو ديالو زوين في السفوس. صافي نطحنو هكا، زعما كنغربلو داك الكلاصي كما كتشوفوا معايا، وكنخلط مع الطحين كما كتلاحظوا. وصافي دابا كنضيف التوابل ديالي كما كتشوفوا. عندي الجنجلان، انايا راه 3 كيلو ديال الجنجلان، كيلو خليته صايد، وجوج كيلو مطحونه هانتوما كي كتشوفوا معايا. يعني باش كتجي في العضه كيجي زوين، يعني ضروري زعما نخليوه هكا باش كيجي، لان راه ديجا عندي محمر ومقرمش، كيجي زوين حتى في العضه ديالو. ملي كتبقاي تعضي كيجي لوغو ديالو زوين. وكنبقى نخلطو، كندير في داك البانيو كامل ديك المسائل اللي عندي كامل، لان العناصر كلها وجدتها كما كتشوفوا معايا. صافي الكاوكاو عاود هي راه طحنته، يعني كاوكاو ملي كنقليوه في الزيت وكنشفوه بهذا مزيان بداك كنينيكس، ما كيبقى فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، كيجي لوغو ديالو زوين. اما ملي كنحمروه في الفران ما كيجيش، كيبقى داك المذاق ديال الكاوكاو. وثانيا كيجي لوغو ديالو ملي كيطول ما كيبقاش لوغو ديالو زوين. كذلك اللوز هو فسختو قليته في الزيت، ودابا حتى هو طحنته انا، لينت كلشي قديته في مونينيكس، طحنته في الهاشوا. عندي هنايا 4 ديال المعالق ديال القرفه حتى هي جبتها عواد وطحنتها وغربلتها مزيان. 4 ديال المعالق ديال القرفه. عندي تما 10 د الحبيبات ديال المسكه الحره، درت معاها واحد المعلقه ديال السكر سنيده وطحنتهم في الماكينه كما كتلاحظوا معايا. عندي هنا النفع البلدي، عندي 4 ديال المعالق كبار، حتى هو عندي منقي ومحمر ومطحون ومغربل. عندي تما 2 معالق ديال حبه حلاوه حتى هي تيجي لوغو ديالها مزيان، يعني هادوك منقيين ممسوحين، وكنديرهم غير في مقيله كيشدوا السخونيه، وكنطحنهم في مولينيكس وكنغربلهم ونعاود باش كيجيو ملينين مزيانين. صافي دابا وجدت العناصر ديالي كامله. انا ما كنديرش العسل في السفوف، لان العسل مع المده كينشف سلو، كيجي ناشف، ما كيجيش ميدم، ما كيجيش معلك زوين. صافي كنبقى كنديروا هاد العمليه، كنحكو هكايا مزيان، يعني راه ساعه هاد المقاله ولا ساعه والزياده، وانا كنخلط وكنحك ديك العناصر كامله حتى كيطلقوا الزيوت ديالهم كاملين. يعني ديروا الوقت وخليوه كتحكوا مزيان، عركوه مزيان. بالنسبه اللي عنده العجانه يمكن له يدفوا في العجانه حتى هو زعما حتى هو كتعلكوا مزيان. ما كنتوش ديروا كريسي وتجلسوا تقادوا شغلكم على هذا. بالنسبه للمسكه الحره هي هذه، درت 10 ديال الحبيبات وطحنتهم مع هذا وغربلتهم وضفتهم حتى هي كيجي المذاق ديالها زوين. وخو سيرتو الا كانت زعما ديال حره كتجي زوينه بزاف. صافي وكنبقى كنخلط مزيان، والزيت راه عندي كيسخن، كنعركو مزيان يعني، وكنبقاو نحكو ما بين يدينا. خصكم تعطيوها الخاطر مزيان، يعني باش داك الكويره د اللوز ديال الكاوكاو نتاع ديال الجنجلان، يعني ملي كنكونوا مهاشينهم في العشوه كيتكوروا لنا، كنبقى نحكوهم باش كيطلقوا الزيوت ديالهم حتى هما. يعني كيجي هكايا ملي دابا كنضيفوا عليهم طيه كيكون مقاد. صافي كنكبو ديك الزيت وكنبقى نخلطو كما كتشوفوا معايا، كنبقى نخلطو بديك المغرفه ديال الخشب كما كتشوفوا. كنردو من هنا لهنا وكنبقاو نعركوه مزيان، يعني كيجي حد الريحه طالعه منه يا سلام، وكيجي رائع، كيجي زوين بزاف. يعني يبقى لكم حتى السنه كيبقى زوين كما كتصايبوا كيبقى. انا هذا هو السلو المعتمد ديالي، يعني اي واحد داقو عندي كيعجبو. صافي كنبقى نخلطو هكا كما كتشوفوا مزيان حتى كنجمعوا العناصر كامله، وكنبقاو حنا كنخلطو ونشوفو، كنبقاو نعركو مزيان. راه عيد التصوير ما عطيهش حقه، يعني حتى اللوين ديالو جا مذهب وجا زوين. يعني الطحين حتى هو حمرته مزيان. غير في الكوكوط راني بارطاجيته معكم العام اللي فات، انتما كي كتشوفوا يعني معلك بلا عسل بلا حتى شي حاجه، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. يعني تقدروا تمونطيوه في اي مولات اللي بغيتو، ديروا فيه الشكيلات اللي بغيتو، يعني كيجي زوين. انا درتو في هذا الخضر
مونطيته وزوقته باللوز. وكذلك هذا درته غير في المول ديال الكيكه وحطيته وزوقته بلي دغاجي. وهذا هو السلو ديالنا المغربي الفاسي على حقه وطريقه. يعني الا جربتوه غيبقى هذا هو المعتمد عندكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. مع